نادي تليفونات بني سويف الذي يلعب بالدوري المصري به أن لاعبه الغاني صامويل آموتو اعتنق الدين الإسلامي. اللاعب الغاني انضم للفريق خلال الفترة الشتوية في يناير الماضي، وفاجأ الإدارة وزملائه برغبته في اعتناق الدين الإسلامي. اللاعب كان دائما الاستفسار من زملائه في الفريق عن تعاليم الدين الإسلامي، خاصة عقب أداء الجهاز الفني واللاعبون الصلاة خلال التدريبات أو المباريات، وصيام بعض اللاعبين. بحسب وليد عبد الوهاب مسؤول الشركة الراعية للفريق الأول بالنادي، أن اللاعب كان متأثر جدا بما يحدث وبالعبادات التي يقوم بها الفريق خلال الفترة الماضية. المسؤول الإداري للنادي اصطحب آموتو إلى الأزهر الشريف وقام بإشهار إسلامي ونطق الشهادتين، وقام مؤخرا بتغيير اسمه إلى محمد. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا لحضراتكم.